السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. هتقولوا لي الكريب العظمة ده عاملاه في البيت؟ هقول لكم والله عاملاه في البيت. تعالوا اوريكم عاملينه ازاي. معانا صدرين من الفراخ مغسولين ومتنضفين حلو. هنبدأ بقى نقطعهم ستريبس. النهارده هنعمل الكريب بتاعنا بالستريبس. الفراخ بتاعتنا اتقطعت زي ما انتوا شايفين كده. جبنا البولة حطينا فيها الفراخ اللي قطعناها. لا تخليها عريضة قوي ولا تخليها رفيعة قوي عشان ما تنشفش معاكي. زي ما انتوا شايفين التقطيع هيبقى بالمنظر ده. ودي التوابل بتاعتنا عبارة عن بهارات فراخ، زعتر، ملح، بابريكا، توم باودر، فلفل اسود، 7 بهارات وتوم باودر. وهنقلب التوابل بتاعتنا مع الفراخ، وهنضيف ليهم معلقتين كبار من الزيت ومعلقة كبيرة من الخل. الخل ده برضو بيطري الأنسجة بتاعت الفراخ ويخليها ما تاخدش وقت في السوا. هنبدأ بقى نمزجهم مع بعض ونقلبهم كويس. يلا قلبي قلبي كده، شمري هدومك وقلبي بس كده. اتبلت معانا والفراخ شربت من التتبيله. هنغطيها بستريتش راب وهنحطها في التلاجة لمدة ساعتين تكون اتشربت كده من التتبيله بتاعتنا الحلوه ديت. نشوف بقى هنعمل ايه بعد ما نحط الفراخ في التلاجة. المكون التاني عبارة عن الكريب. كريب مكوناته كوبايتين من اللبن، بيضتين، نص كوباية زيت. هنحط الأول في الخلاط وهنستعمل طبعا الخلاط مع الوصفة دي. كوبايتين من اللبن، ممكن تحطي كوباية لبن، كوباية مية، الكوبايتين مية مفيش مشكلة، ونص كوباية من الزيت. وطبعا عايزة أقول لكم إن الزيت يكون نوعه حلو عشان ما يغيرش طعم الحاجة. وبيضتين، نص معلقة فلفل اسود، معلقة كبيرة من الملح، ومعلقة من السكر. وهنضربهم كويس في الخلاط. وهنضيف كوباية من الدقيق. وادي كده الخليط جاهز معانا زي ما انتوا شايفين القوام بتاعه كده. الفراخ بتاعتنا بعد ساعتين في التلاجة هنبدأ بقى ايه نجهزه عشان نقليه. شفتوا طبعا منظره عامل ازاي بعد ما قعد في التتبيله. خد من التوابل كلها وخد من البابريكا اللون بتاعها ومن بهارات الدجاج. دلوقتي هنجيب معانا دقيق، هنضيف له نص معلقه فلفل اسود، 7 بهارات، معلقه بابريكا. وهنبدأ نقلب الخليط كله مع بعضه. بعد ما نقلب الخليط هنضيف معلقة من بهارات الدجاج وهنقلب برضو كده. ايه الكفر اللي من بره بتاع الفراخ كده جاهز معانا. هناخد بقى منه معلقتين كبار ونحطهم على الدجاج ونقلبهم كويس عشان يدي يعني كفر كده من بره للدجاج. لما نيجي ننزله في الدقيق بياخد طبقة كويسة من الدقيق.
احنا كده كأننا بنديله طبقة قبل ما نحطه في الدقيق، عشان يبقى يدينا القرمشة العالية اللي احنا بنشوفها كده بره. بصوا كده وهو واخد الطبقة دي، فبياخد طبقة دقيق أعلى. هنبدأ بقى ننزله في الدقيق المتبل دوت، ونفضل نقلب نقلب نقلب، ونحاول نخلي كل قطعة من الفراخ تشرب من الدقيق لحد ما يدينا الشكل ده. كده خلصنا كمية الفراخ كلها معانا الستريبس، وهنبدأ بقى نقلي ايه الستريبس بتاعنا. ايوه لازم يدينا الشكل دوت بعد ما عملناه في الدقيق. وعلى زيت بقى سخن هننزل بالستريبس بتاعنا. اول ما ياخد لون معانا كده نقلبه، وما نسيبوش كتير على النار عشان ما ينشفش. احنا عايزينه يبقى مقرمش من بره ويبقى من جوه جوسي كده وطري. دوت اللون اللي احنا عايزينه، وده الشكل اللي احنا عايزينه في الستريبس بتاعنا. هنجيب بقى معانا الطاسة بتاعت الكريب، ونبدأ ندهنها دهنة خفيفة كده من الزيت. ما نزودش زيت يا جماعة، دهنة بسيطة. ونبدأ ننزل بقى بالكريب بتاعنا ونبدأ نفرده. عندك العصاية بتاعت الكريب دي ماشي، ما عندكيش تقدري تقلبي الطاسة كده. بس سويت الحرف بتاعها. ما نقلبش الكريب الا لما نحس ان العجينة فصلت من الجناب. ساعة ما يحصل كده نبدأ نقلبها. وخدت طبعا لون حلو اهو قدامنا زي ما انتوا شايفين. نشيلها بقى من على النار، وطبعا بقية الكمية هنعملها بنفس الطريقة. وادي الكريب بتاعنا يا جماعة، لونه وشكله طبعا زي ما انتوا شايفين. هنبدأ بقى الحشوة بتاعتنا، عبارة عن الستريبس ومايونيز وكاتشب وجبنة موتزاريلا. كده هنتني بقى الرغيف الكريب معانا كده نصين زي ما انتوا شايفين. وهنحط بقى المكونات بتاعتنا، المايونيز وبعد كده الكاتشب وبعد كده خس متقطع، وده خيار متخلل انا اللي مخللاه. هبقى اعمل لكم حلقه في مره كده عن تخليل الخيار. هنبدا بقى نرص الستريبس كده، ونحط بقى جبنه موتزاريلا. حطي كده ما تبخليش على اولادك، حطي كتير، خليها يدي طعم وشكل عشان ما يقولوش لا نروح نشتريه من بره. واهم حاجه بقى التطبيقه بتاعته اللي ما تخليش المكونات دي كلها تخرج وانت ايه حطها على الطاسه تاني. ايوه دخلي كده كل المكونات، دخليها لجوه كده عشان ما تطلعش منه، وقفلي عليه كويس يدي معاكي شكل المثلث كده. كده طبعا لفيناها. هناخدها بقى على الطاسه تتحمر على الجنبين، يدينا اللون الجميل اللي بيشد ولادنا يروحوا يشتروه من بره. وادي بقى النتيجة بعد ما خلص، والقرمشة زي ما انتوا شايفين، واللون مع شوية بطاطس مع شوية كاتشب. وبالهنا والشفا على ولادنا، وياكلوا ويتبسطوا ويتهنوا، وتعيشي وتعملي لهم، وربنا يحسن ما بين ايدينا. ودايما انتظروني وتابعوني في فيديوهات جديدة. سلام.